نعود بكم مجددا هنا في ملعب الدخلة بمدينة اليوسفية في مقابلة القمة في أسفل الترتيب بين فريق أولمبيك اليوسفية وفريق اتحاد الزمري للخميسات. نذكر على أن فريق أولمبيك اليوسفية متفوق ب1-0، هدف ديال اللاعب جواد في الدقيقة 27. نذكر على أنه أقوى هجوم لفريق اتحاد يعقوب منصور ب 51 هدف، أقوى دفاع لفريق اتحاد أمل تسنيد 23 هدف، أضعف دفاع لاتحاد البيضاوي ب 45 هدف دخلوا عليه، اضعف هجوم لاتحاد سيدي قاسم اللي نزلت الى القسم الهواة ب 11 هدف. اكثر تعادلات سجلها فريق اتحاد يعقوب المنصور، واكثر انتصارات اتحاد يعقوب المنصور سجل 19 انتصار. اكثر تعادلات امل تيزنيد طبعا 13 تعادل، اكثر هزائم اتحاد سيدي قاسم 15 هزيمه. نذكر على انه هذه المواجهه بالنسبه لفريق في هذه الدوره، نذكر انه الدوره 30 دورة مهمة بالنسبة لفريق أولمبيك اليوسفية اللي غادي يرحل إلى مدينة النهضة ويواجه فريق فتح النهضة، ثم اتحاد الزمري خميسات غادي يستقبل اتحاد البيضاوي، الفريق من الفرق المهددة. كان على انه الترتيب لحدود الدوره 28,000 الدوره 29 اتحاد يعقوب منصور اللي يصعد الى القسم الوطني الثاني يحتل عنده 64 نقطه، النادي القنيطري عنده 42 نقطه، فريق عنده 49 نقطه، فريق امل تسنيد 46 نقطه، صفر الربيع وداد تماره 44 نقطه. هذو فرق كيف من اجل الصراع على المركز الثاني. الراس البرنوسي عنده 42 نقطه، جمعيه لازيرا الوجدي عنده 39، الصف السابع الجمعيه المنصوريه 36، امل الفتح الرباطي 35، فريق ودق العسرغنة عنده 35، اتحاد تماره عنده 33 نقطه، مولوديه الصف 11 33. هذو فرق مهدده. اتحاد الزمري الخميسات عنده 32 نقطه، فتح الناظور عنده 31 نقطه ومنهزم في هذه الاثناء في الجوله الاولى. ثم في الصف 14 اتحاد البيضاوي عنده 29 نقطه، الصف 15 اولمبيك اليوسفيه عنده 28 نقطه، واتحاد سيدي قاسم اللي نزل الى القسم الهواة عنده 17 نقطه. هذو في حدود الدوره 28 في انتظار معرفه الدوره 29. حكم المباراه محمد سيعطي انطلاقه الجوله الثانيه، جولة حاسمة بالنسبة لفريق اتحاد الزمري خميسة لأنه منهزم ب1-0 أمام أولمبيك اليوسفية على أرض ملعب الداخلة بمدينة اليوسفية. حديث غنتحدثوا على ملعب الداخلة، فرسالة موجهة إلى السلطات المحلية بمدينة اليوسفية ولا الغيورين ولا القطاع الرياضي. طلقت المقابلة لأنه المدرجات غير صالحة بتاتا لمشاهدة المباريات. كنعرفوا أنه يعاني جماهير ديال أولمبيك اليوسفية من المدرجات ومن الملعب، لأنه فهذه نتمنى أنه الجهة المسؤولة في القطاع الرياضي وحده المسؤولة في مدينة اليوسفية اعتناء بملعب الداخلة ويصبح من الملاعب المجهزة وعنده تكون عنده إمكانيات. كنعرفوا المغرب سيراهن على تنظيم كأس إفريقيا للأمم، وسيكون حاضر في تنظيم مونديال كأس العالم سنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال. فاكيد انه نظرا انه النقل المباشر اللي كنقلوه في هذا البث المباشر عن طريق صحيفه العصبه الوطني للهواة، لقينا صعوبه بالغه لانه المدرجات الاخرى مهدده بالسقوط، وبالتالي اكيد انه سيتم الترميم ديالها وسيتم نتمنى انه يكون ملعب في حجم تطلعات الجماهير ديال فريق اولمبيك اليوسفيه. مقابله انطلقت في الجوله الثانيه لفائده فريق اتحاد الزمري خميسات. ونذكر على انه بعض الاحصائيات على انه فريق اولمبيك اليوسفيه فاز 5 انتصارات داخل الميدان وفاز خارج الميدان بانتصار واحد. دائما 1-0 لفائده اولمبيك اليوسفيه امام اتحاد الزمري خميسات. فريق الهزيمه انهزم. هذه محاوله فائده اولمبيك اليوسفيه خطيره خطيره خطيره، فرصه خطيره، تدخل المدافع خطيره، مرت بردا وسلاما على فريق اتحاد الزمري خميسات.
كان بانه يكون الهدف الثاني لفائده اولمبيك اليوسفيه. اكيد انه الجوله الثانيه جوله المدربين، قلت انه 4 الهزائم داخل الميدان تلقاها فريق اولمبيك اليوسفيه، و9 الهزائم خارج مدينه اليوسفيه، 5 تعادلات داخل الميدان و4 تعادلات خارج الميدان. بالنسبه لاتحاد الزمالك خميسات فاز ب8 انتصارات داخل الميدان، ولكن لم يسبق ليه ان فاز خارج الميدان، وبالتالي كان هزيمه واحده داخل الميدان مع فريق اولمبيك اليوسفيه. نهزم 8 الهزائم خارج الميدان، 6 تعادلات داخل الميدان، 5 تعادلات داخل الميدان، وبالتالي اتحاد الزمالك خميسات الان اصبح في وضعيه يمكن نقول انه الى انهزم في هذه المقابله غتكون وضعيه عنده صعبه، لانه الدوره 30 كان في انتظار المباريات المتبقيه في الجوله 29 ستشكل منعطف اخر. لاعبين ديال فريق اتحاد الزمالك خميسات مطالبون في هذه الجوله الثانيه من تحقيق على الاقل انه يتعادلوا امام فريق اولمبيك اليوسفيه، فريق هو اللي كيحتل المركز 15. فرق من الفرق المهدده، مجموعه من الفرق نذكر هنا الفتح الناظور من الفرق المهدده، هناك طبعا الاتحاد البيضاوي، هادو فرق اللي مهددين في هذه الدوره او في هذا القسم الوطني هوات. اكيد انه نذكر هنا انه اتحاد تماره، مولوديه اسا، اتحاد الزمالك خميس، فتح الناظور، الاتحاد البيضاوي، اولمبيك اليوسفيه، هادو فرق من الفرق مهددين بمصاحبه مع فريق اتحاد سيدي قاسم الى القسم. هو فرصه خطيره ديال انما تدخل لاعبين ديال فريق اتحاد الزمالك خميسات. أذكر على أنه حضور الحسن الفلالي عضو جامعي بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس اتحاد الزمالك خميسات، لأول مرة يحضر لمتابعة فريق اتحاد الزمالك خميسات للمساندة في هذه المقابلة الهامة أمام أولمبيك اليوسفية. فطبعا أكيد الدعم والمساندة من طرف المسيرين داخل الفريقين، لا بالنسبة لفريق أولمبيك اليوسفية ولا بالنسبة لفريق اتحاد الزمالك للخميسات. 5 دقائق كتمر على الجولة الثانية، 1-0. نذكر للمشاهدين الكرام اللي كيتابعونا من مدينة اليوسفية ومن مدينة الخميسات، طبعا عن طريق صحيفة طبعا هذه فرصة صحيفة العصبة الوطنية للهواة في مقابلة حصرية تبث في هذا النقل المباشر من مدينة اليوسفية من ملعب الداخلة امام مواجهه امام فريق اتحاد الزمالك خميسات. يمكن انه مقابله مهمه بالطرفين. زاد عند لاعبين ديال الاولمبيك اليوسفيه هذه الجوله الثانيه اللي انطلقت بحوالي 6 دقائق، جوله غتكون حاسمه طبعا. الكل كيترقبها، كره طويله لفائده اتحاد الزمالك خميسات، تدخل المدافعين الان بدات انه فريق اتحاد الزمالك خميسات كيحاول انه يناور من الجهه اليسرى، الكره في التماس لفائده فريق اتحاد الزمالك خميسات. حكم السيد محمد بجيج. طبعا حكم معروف على الساحه الوطنيه، يقود مقابله اليوم، مقابله ينتظرها عشاق فريق اتحاد الزمالك خميسات وعشاق الاولمبيك اليوسفيه. لقاء هام، تدخل ديال اللاعبين ديال فريق اولمبيك اليوسفيه، صراع قوي في خط الوسط، جات عند اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه، تقطيع مشات عند اللاعب العفير تمريره خطيره ويخاطئ الحارس. كانت هذه قطفه مباشره في اتجاه المرمى حارس يوسف فقير، انما كرة في اتجاه ضربة مرمى تنفذت بسرعة، جاءت عند اللاعبين ديال الفريق اولمبيك اليوسفية، كرة اتجاه في الجهة اليمنى،
انما المدافع الايسر سير قوي باقي محتفظ بالكره، كترجع عند اللاعبين ديال فريق اتحاد الزمر خميسات. ان لعب كره في اتجاه تدخل الحارس فقير، كيدخل خطيره، فرصه خطيره، لكن في وضعيه تسلل، في وضعيه تسلل ايوب بن المير، كان في وضعيه تسلل لاعب اتحاد الزمر خميسات. يمكن الاعتبار انه الاجواء هنا في مدينه اليوسفيه هناك رياح تهب بعض الاحيان، يمكن انه قد تؤثر على اللقاء لانه الكره كتمشي بسرعه. رياح تهب بمدينه اليوسفيه هنا في ملعب الدخله. طبعا اكيد انه اجواء حماسيه في لقاء يمكن انه فيه الروح الرياضيه بقياده الحكم حكم محمد بجيج، حكم له خبره، قاد مجموعه من المباريات في القسم الاول ثم القسم الوطني الثاني احترافي، حكم من عصفة صوص. طبعا بمدينه اكادير الثلاثي لقاء نذكر على انه كان لقاء الذهاب انتهى لفائده اولمبيك اليوسفيه بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب 18 نوفمبر بالخميسات. لقاء يمكن نقول انه له اهميه خاصه. لاعبين ديال اتحاد الزمر الخميسات عندنا اللاعب رقم 28 ايوب الحيان المدافع الاوسط، جاءت عند رقم 20 عبد المولى في الجهه اليسرى، كترجع عند اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه. كيبان على انه الايقاع ديال المقابله كيتغير، الحكم كيخلي امتياز، مقابله مفتوحه، تمريره في اتجاه باتجاه اعتقد لاعب رقم 14 هو اللاعب محمد انس التقناوتي. جاءت هذا الحارس يوسف فقير، كره طويله في اتجاه اللاعب المدافع ديانغ السنغالي، كيرجع الى في يد الحارس محمد بوخريس، مشات في اتجاه الجهه اليمنى فائده اولمبيك اتحاد الزمالك خمسه ساعات اللاعبين اولمبيك اليوسفيه. لاحظوا التغييرات في التمريرات، خصوصا تغييرات طريقه اللعب، تغييرات لاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه كيغيروا نوعيه الطريقه. لاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه كيعتمدوا مره اخرى على الكره طويله في اتجاه المدافع، التدخل ديال كره خطيره، جلات خطيره، فرصه تدخل في الجانب، انما ديال كيخرج الكره الركنيه، ركني فائده اولمبيك اليوسفيه. فريق انه كيبحث على اضافه اعتقد الهدف الثاني، لانه غادي يكون هدف يريح المدرب حسن أسريف اللي سبق ليه مع الاخ ديالو مصطفى أسريف، فاز مع فريق الحسنيه اكادير بالدوري القسم الوطني الاول، طبعا مع بقياده المدرب محمد فخير. حسنيه اكادير طبعا مجموعه من اسماء من بينهم الثنائي حسن أسريف ومصطفى أسريف. ركنيه فائده تغيير اعتقد في هذا الاثناء لفائده اولمبيك اليوسفيه، خروج حمزه النصيري، غادي تعرفوا على اللي دخل اعتقد هو رقم 3 عبد الصمد بن داوود، هو اللي غادي ينفذ الركنيه لفائده فريق اولمبيك اليوسفيه. غادي ينفذها عبد الصمد بن داوود، كيرجع الكره مشات عند لاعبين ديال محتوى عبد الصمد بن داوود، كره دائريه وتدخل الحارس، كيدخل محمد بوخريس، ضربت بقاصه للاعبين ديال اولمبيك في خطيره برب العمليات، فرصه خطيره تدخل مره اخرى للمدافعين ديال اتحاد الزمر خميسات. يمكن انه الخطوره كتجي من الكرات المقوسه، جاءت هاد اللاعبين فريق اتحاد الزمر خميسات. لاحظوا الضغط الان لفريق اولمبيك اليوسفيه على لاعبين ديال فريق اتحاد الزمر خميسات،
اللي كيبحثوا على ممرات في اتجاهات الجهه اليمنى ثم الجهه اليسرى. كرة في التماس لفائدة فريق اولمبيك او فريق اتحاد الزمر الخميسات. هناك تغيير اخر، خروج رقم 33 عز الدين النقاب. تغييرات طبعا ديال فريق اتحاد الزمر الخميسات، ودخول اعتقد يحيى جمالي رقم 29. تغييرات كيقوم بها المدرب ياسين وهدي مدرب فريق اتحاد الزمر الخميسات في مواجهة مدرب حسن أشريف مدرب فريق اولمبيك اليوسفية في لقاء مهم في هذه الدورة 29. طبعا كنعرفوا الفرق اللي كتحتل مراكز مهددة، وبالتالي مصيرها هو تحقيق نتيجة إيجابية في هذه الدورة 29. كرة لفائدة فريق المدافع الأقرب، المدافع ديال فريق اتحاد الزمر الخميسات اللي مرة أخرى كتخرج التماس. المدافع عبد المولى او رقم 28 ايوب الحيان. تماس غادي تنفذ بواسطه المهدي. المدافع الايمن كيتنفذ كره طويله في اتجاه انما الكره ترجعت عند اللاعبين ديال فريق اولمبيك اليوسفيه. نذكر ان دائما 1-0 فائده اولمبيك اليوسفيه امام فريق اتحاد الزمر الخميسات. 14 دقيقه كتمر على الجوله الثانيه. يمكن انه الجوله الثانيه غادي تكون فيها توقعات اخرى مطالبه من كل الفريقين. تمريره طويله، فرصه خطيره لفائده جات عند لاعب ما تمكنش منها لاعب المهاجم سعيد العفير رقم 17. كره كتخرج فقط ضربه مرمى لفائده اولمبيك اليوسفيه. الكرات الطويله الان اصبحت مركزه لفائده اتحاد الزمر الخميسات امام فريق اولمبيك اليوسفيه. كره طويله في الجهه اليسرى جات عند اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه. يونس سوقي كيخلي فقط الكره في اتجاه ضربه مرمى. 3 نقاط مهمه لكل طرف، خصوصا لفريق اولمبيك اليوسفيه اللي كيحتل الصف 15. كنذكر على ان اولمبيك اليوسفيه تكون رحله عنده طويله الى مدينه الناظور. رحله غتكون اطول رحله في اخر دوره. فريق هو مهدد لانه الفرق هناك 5 فرق، وبالتالي الاتحاد الزمر الخميسات غادي يستقبل فريق اخر هو مهدد، فريق الاتحاد البيضاوي بمدينه الدار البيضاء. فريق للتاريخ فرق الموجوده، فريق الاتحاد البيضاوي من الفرق اللي فازت بلقب كاس العرش. حكم كيقول خطا لفائده فريق اتحاد الزمر الخميسات. حكم يمكن انه كل العمليات كتكون قريب لها غادي تنفذ بواسطه لاعب رقم 20 عبد المولى. عبد المولى وراء الكره. عبد المولى كل كرة لاعب عبد المولى او اللاعب المدافع الايسر العميد ايوب وعلو هو اللي غادي ينفذ الكره دائريه، انما في يد الحارس، في يد الحارس يوسف فقير. كرات المقوصه كيعتمد عليها اللاعب ايوب وعلو لاعب فريق اتحاد الزمر الخميسات. جات عند ديان كالسينغالي خلى الكره للحارس محمد بوخريس في الجهه اليسرى. جات هاد اللاعبين لاحظوا عبد المولى باقي محتفظ بالكره، صراع قوي اللاعب عز الدين جات رجعت اللاعب سعيد العفير. كرة في جهة اللاعبين قطفة قوية، قطفة انما الكرة الاقرب هو الحارس يوسف فقير. ذكر انه دائما 1-0 في الجولة الثانية. 17 دقيقة، الوقت كيمر بسرعة،
خصوصا في غير مهم بالنسبه لفريق اتحاد الجمهوري خميسات، ولكن مهم بالنسبه للاولمبيك اليوسفيه لانه متفوق ب1-0. كره في الجهه اليمنى فريق اتحاد الجمهوري، خطا بالفعل، خطا للاعب المهدي المدافع الايمن كيحصل على خطا. تحولت على اللاعب يوسو ديانك اللاعب السنغالي، كره بالجهه اليسرى ديانك، تمريره في اتجاه ايوب الحيان، المهدي المدافع الايمن، المهدي الطويله في الجهه اليسرى، تدخل المدافعين ديال اللاعبين ديال الاولمبيك اليوسفيه، جاءت عند لاعبين فريق اتحاد الجمهوري خميسات في الجهه اليسرى. لاحظوا بدات معالم الهجوم ديال اتحاد الجمهوري خميسات، كره دائريه خطيره انما في يد الحارس، فقير يوسف فقير. جمهور مساندة قوية من طرف الجمهور ديال اتحاد الجمهوري خميسات اللي قطع مسافة طويلة أزيد من 400 كيلومتر إلى مدينة اليوسفية. هناك جمهور من مدينة اليوسفية يتابع هذا اللقاء من ملعب الداخلة. كرة طويلة في اتجاه المهاجم، فرصة ضربة راسية ديال العوفير. الضربة الراسية ديالو ما كانتش قوية، فقط أنه كانت في يد الحارس يوسف فقير. العوفير مهاجم هداف طبعا الفريق، يمكن أنه مثل هذه الكرات عنده إمكانية التهديف الكرة، إنما في وضعية التسلل. حمزة الزعر رقم 14 كان في وضعية التسلل. حكام المقابلة من عصبة السوس بقيادة الحكم محمد بجيج. إصابة أحد لاعبين ديال فريق أولمبيك اليوسفية هو اللاعب محمد خلف. ذكر على انه نادي قنيطري اللي كيحتل الصف الثاني 49 نقطة، عنده رحلة الى اثناء يواجه جمعية الازهر بوجدة. يمكن انه اتحاد امل التجنيد كيحتل الصف الثالث، عنده رحلة الى مدينة الدار البيضاء هذا اليوم طبعا امام الاتحاد البيضاوي، احد الفرق المهدده كيحتل المركز 14. هذو مقابلات هامه، فتح الناظور في مواجهه اتحاد سيدي قاسم اللي نزل الى القسم الموالي. هذو الفرق كتبحث على اما على المركز الثاني، اما على الابتعاد على انه المركز خصوصا المركز 15 كيتواجد فيه في هذا الاثناء، كيتواجد فيه فريق اولمبيك اليوسفيه. ولكن الى بقى الانتصار ديال اولمبيك اليوسفيه، لانه غادي يصبح انه اللي يبتعد، خصوصا انه يطاردوه او المطارده مع النقطه واحده تفصلوا على الاتحاد البيضاوي اللي عنده 29 نقطه في المركز 14. في المركز 13 فتح الناظور اللي عنده 31، واتحاد الجمهوري خميسات 32، مولي تاسس 33 اتحاد تماره. هادو فرق يمكن انه غادي نتعرفوا عليهم خصوصا في نهايه هذه الدوره 29 ثم الدوره 30. عنده فرصه ديال فريق اتحاد الجمهوري خميسات، خطا بالفعل. حكم غادي يوزع اعتقد، انما الحكم كيعلن فقط على ضربه خطا للاعب هشام. يمكن انه المهاجم لاعب ديال اتحاد الجمهوري خميسات كيحصل على ضربه خطا من الجهه اليمنى. الحكم كيطالب دخول ممرض الفريق، طبعا الممرض طبيب الفريق ديال اتحاد الجمهوري الخميسات. نذكر انه 22 دقيقه كتمر على الجوله الثانيه، 1-0 لفائده اولمبيك اليوسفيه امام فريق اتحاد الجمهوري خميسات. هذا كنسجلوا اشرف جواد في الدقيقه 27 من الجوله الاولى. الان نعيش الجوله الثانيه.
كتهب بعض الرياح هنا في ملعب الداخله بمدينه اليوسفيه. ضربه خطا على بعد 45 متر من الحارس يوسف فقير. وراء الكره كل من لعب رقم 20 اعتقد عبد المولى ثم ايوب وعلو العميد. هذه الضربات الثابته كيبحثوا عليها فريق اتحاد الزمر الخميس. الكره دائريه، كره ارضيه، انما المدافعين كيبعثوا الكره الى التماس. تماس لفائده فريق اتحاد الزمر الخميسات، يواصل زحفه نحو البحث على هدف التعادل في هذه المواجهه امام فريق اولمبيك اليوسفيه في لقاء يمكن انه مهم قبل الدورة الأخيرة من هذا القسم الوطني. هوات جاءت عند لاعبين ديال الفريق اولمبيك اليوسفيه في اتجاه المدافع السنغالي ديانغ في الجهه اليسرى ديال فريق اتحاد الزمر الخميسات. كترجع عند ديانغ، جاءت عند لاعب رقم 23 لاعب خط الوسط. كرة الآن أصبحت لفائدة فريق اتحاد الزمر الخميسات. كرة طويلة في اتجاه سعيد عوفين ما تمكنش منها، انما المدافعين ديال اولمبيك اليوسفيه كيبعدوا الكرة. الان اصبح الضغط، يمكن انه التعليمات ديال المدرب ياسين مدرب فريق اتحاد الزمر الخميسات ان لا خيار الا في هذه الجوله الثانيه البحث على هدف التعادل، لانه الهزيمه قد تدخل في معالم الشك خصوصا في الدوره الاخيره. تدخل المدافع في التماس. الوقت طبعا الوقت كيمر بسرعه، واكيد انه في غير في مصلحه فريق اتحاد الزمر الخميسات. نذكر انه 25 دقيقه الان سيتم تغيير في هذا اثناء صباح محمد البليلي سيتم التغيير ديال اتحاد الزمر الخميسات. طه اليعقوبي غادي يخرج اللاعب طه اليعقوبي ودخول غادي نتعرفوا على امادو سامايكي من المالي. لاعب المالي كيدخل في هذا الاثناء. جوج لاعبين كيكون جوج تغييرات كيقوم بهم المدرب ياسين مدرب اتحاد الزمر الخميسات. امادو سامايكي طبعا لاعب المالي. الان جوج افريقيين في صفوف فريق اتحاد الزمر الخميسات، لاعب السنغالي ديانغ ثم امادو سامايكي. يمكن انه مهاجم، جوج مهاجمين غادي يعتمد عليهم امادو سمايكي ثم سعيد العفير كخطه هجوميه للبحث على هدف التعادل. فائده اتحاد الزمر الخميسات امام فريق اولمبيك اليوسفيه اللي كيبحث على قتل المقابله او انهاء المقابله بالهدف الثاني. نظرا انه المباراه متبقيه حوالي اكثر من 25 دقيقه. تماس لفائدة فريق اولمبيك اليوسفيه بواسطة المدافع الايسر عبد الصمد بن داوود. جاءت عند لاعب عبد الصمد بن داوود تدخل قوي، جاءت عند لاعبين ديال الفريق مامادو. الحدول كيبان على انه الرغبه كبيره في الجوله الثانيه فائدة اتحاد الزمر الخميسات. كره طويله اينما الكره فوق المرمى. الجوله الثانيه جوله حاسمه بالنسبه لفريق اولمبيك اليوسفيه ولا بالنسبه اتحاد الزمر الخميسات هنا في ملعب الداخله بمدينه اليوسفيه في هذا النقل المباشر. اصابه احد لاعبين اولمبيك اليوسفيه، اصبحت اصابات متواصله. هناك ارهاق، هناك يمكن انه العامل البدني. هناك تغييرات في اثناء الفريق اولمبيك اليوسفيه للمدرب حسن وشريف. نقول انه التغييرات متواصله بين الطرفين، بين الاولمبيك اليوسفيه واتحاد الزمر الخميسات. في رياح في اثناء تهب هنا في ملعب الداخله بمدينه اليوسفيه. الكل كيتابع هذه المواجهه من مدينه الخميسات ثم من مدينه اليوسفيه داخل الملعب وخارج الملعب. حتى الجاليه المقيمه، جاليه
المقيمة في أوروبا بالنسبة أو الجالية في دول العالم العربي بالنسبة لمدينة اليوسفية ولا حتى مدينة الخميسات، فأكيد أنه ينتظرون الدورة في هذه المواجهة ثم الدورة القادمة الحاسمة. المقابلة ستستأنف من طرف الحكم محمد بجيج. خروج اعتقد لعب 26 اعتقد اشرف جواد مسجل الهدف، يغادر ارضيه الملعب اللي كان سجل الهدف الوحيد في هذه المقابله في الدقيقه 27 من الجوله الاولى. نعيش الان الجوله الثانيه حوالي 28 دقيقه، كنقول انه اقل من 17 دقيقه على نهايه المقابله وليس اقل من 25. الوقت يقترب رويدا والبحث مستمر بين الطرفين، بين طرف الأولمبيك اليوسفية في الحفاظ على النتيجة أو إضافة الهدف الثاني، وفريق اتحاد الزمالك خميسات في تعديل النتيجة، لأنه منهزم هزيمة قد تكون صعبة نظرا أنه تنتظره مواجهة قادمة في الدورة 30. فلا اعتقد انه لا حتى الاولمبيك اليوسفيه كل الفرق ستكون في مواجهه قادمه في الدوره 30 حاسمه. كره لفائده فريق اولمبيك اليوسفيه، كره في الجهه اليمنى. لاحظوا انه ايقاع ديال المقابله كيرتفع جات عند اللاعبين ديال اتحاد الزمالك خميسات، غادي يعتمدوا على كمل العفير عنده الكره تمرر في الجهه اليسرى لفائده اتحاد الزمالك خميسات، ولكن التمرير ديال الكره فقط في اتجاه ضربة مرمى لفائدة فريق أولمبيك اليوسفية. جماهير مساندة في المدرجات الأخرى، لا الجمهور بمدينة اليوسفية ولا الجمهور اللي حل من مدينة الخميسات. حب والعشق للفريقين. طبعا أكيد أنه الفرق نقولوا بأنه الفرق اللي عندها تاريخ كبير في تاريخ الكرة الوطنية، فأعتقد أبرزها فريق الاتحاد البيضاوي من الفرق المهددة. تمرر الكرة في الجهة اليمنى خطيرة، فرصة خطيرة لفائدة فريق أولمبيك اليوسفية. كتفة تدخل ديال كيبعد الكرة وتدخل الحارس. أولمبيك اليوسفية يبحث على الهدف الثاني، هدف سيكون نعتبره أنه سيكون قاتل لطموحات فريق اتحاد الزمالك خميسات. العفير باقي محتفظ بالكره، العفير دائما عنده الكره، العفير كتضيع منه العفير، انما الحكم خلى امتياز فائده اولمبيك اليوسفيه. وهجوم مرتد خطير فائده اولمبيك اليوسفيه، تمريره جميله، كره في الجهه انما في وضعيه التسلل. كان ياسين المهاجم رقم 9 يدخل في الجوله الثانيه، كان في وضعيه التسلل، انما اصابه جوج لاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه، إصابة المدافع ثم إصابة لاعب خط الوسط، إصابة المدافع. حكم محمد بجيج حكم صارم في القرارات ديالو، قايمين بمقابلة كبيرة الثلاثي من عصبة سوس. كرة في خط الوسط فريق اتحاد الزمالك خميسات، 30 دقيقة في أقل من 15 دقيقة على نهاية المقابلة. كل كينتظر موقعة هذه الجولة دورة 29 في كل المباريات، خصوصا في هذه المواجهة. خطأ بالحكم خلى بانه الحكم كيقول ما كاينش خطأ، مشات عند اللاعبين ديال مشات عند لاعب امادو اللاعب الايفواري اللي دخل في الجولة الثانية. كرة فائدة اتحاد الزمالك خميسة، كرة دائرية، كرة خطيرة، كرة مرت جانبا ديال اللاعب رقم 30 اعتقد هو اللاعب عمر الملوكي اللي دخل في الجولة الثانية. ايقاع المقابلة، هناك الايقاع كيتغير مرة لفائدة فريق اتحاد الزمالك خميسات، مرة لفائدة أولمبيك اليوسفية. كرة لفائدة فريق أولمبيك اليوسفية، تحولت في الجهة اليمنى، فرصة تمريرة خطيرة، فرصة فائدة أولمبيك اليوسفية. الكرة كتفا قوية، هدف، لا هدف صورو، إنما الحكم كيقول وضعية التسلل. حكم رفع الراية، كل كيعتقد أنه هدف التعادل،
انما مساعد الاول يعلن على وضعية التسلل. هل كانت في وضعية التسلل؟ اعتقد انه حتى الجمهور ديال اتحاد الجمهوري خميسات كانت عنده فرحة كبيرة، انما القرار ديال الحكم المساعد هو اللي رفع الراية معلن على التسلل لفائدة اولمبيك اليوسفية. يمكن انه كانت هذه يمكن انه الان سقوط الحارس يوسف فقير بعد انه الغى مشروعية الهدف لفائدة اتحاد الجمهوري خميسات. يمكن الكل كان كينتظر الجماهير ديال اتحاد الجمهوري خميسات، كانت عنده فرحة، ولكن تلقى بنبأ من طرف الحكم مساعد ليرفع الراية معلنا على التسلل لفائدة اولمبيك اليوسفية. مقابلة متواصلة، مقابلة عندها دور كبير في هذا الوقت المتبقي. اجواء حماسيه، الجماهير ديال الخميسات ولا الجمهور ديال اليوسفيه متواصل. جمهور من الخميسات اللي حل الى مدينه اليوسفيه بعدد الالترا، طبعا رغم انه منهزم ب1-0 ولكن التشجيعات متواصله. فتحيه لجماهير اليوسفيه وجماهير الخميسات، حب وعشق للفريق. فاعتقد انه رساله موجهه من هنا الى طبعا الى كل الغيورين، مسانده والدعم لكل الفرق في القسم الوطني هوات، لانه عندهم اسماء، عندهم لاعبين مهاريين، عندهم مواهب كرويه. نذكر انه المقابله متوقفه حوالي اقل من 10 دقائق على نهايه المقابله. فريق اولمبيك اليوسفيه متفوق ب1-0 امام فريق اتحاد الجمهوري خميسات في هذه الدوره 29 من القسم الوطني هوات. طبعا النقل المباشر حصريا على صحيفه العصبه الوطنيه للهوات من هنا من مدينه اليوسفيه، وبالضبط من ملعب الداخله. فتحيه كل المشاهدين الكرام كيتابعونا في هذا النقل المباشر. الحكم كيعلن ضربه خطا لفائده فريق اتحاد الجمهوري خميسات. ايقاع ديال المقابله اصبح مرتفع، نظرا انه فريق اتحاد الجمهوري خميسات كيبحث على تعديل النتيجه، وفريق اولمبيك اليوسفيه يحافظ على النتيجه، لانه النتيجه مهمه بالنسبه لفريق اولمبيك اليوسفيه. إذا امكن انه يحافظ على النتيجه في هذا اللقاء، لانه كنعرفوا انه الدوره 30 ستكون حاسمه. بعض جل الفرق، بعض 4 فرق او 5 فرق اللي نعتبرها مهدده. اجواء المقابله اصابه احد اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه، وطالبه تدخل ممرض الفريق في العلاجات المتواصله. دائما في انتظار استئناف مواجهة اولمبيك اليوسفية وفريق اتحاد الجمهوري خميسات. نذكر للمشاهدين الكرام على ان فريق اولمبيك اليوسفية متفوق ب1-0 الى حدود دقيقة الان، الدقيقة طبعا اكيد الدقيقة 37 غادي تستأنف المقابلة.
لفائدة فريق اتحاد الزمالك خميسات. تدخل لاعبين ديال الفريق الاولمبيك اليوسفيه، كرة طويلة في اتجاه اللاعب السنغالي ديانك، غادي يخلي الكرة بالخطأ بالفعل لفائدة فريق اتحاد الزمالك خميسات. لقاء يمكن انه الكل كينتظروا، كل ما كيتابع هنا في ملعب الداخله باليوسفيه، حتى اللي كيشاهدوا عن طريق البث المباشر في هذه المواجهه، في هذه القمه. تدخل لاعبين ديال الاولمبيك اليوسفيه، رجعت صراع قوي، كره في خط الوسط لفائده فريق الاولمبيك اليوسفيه اللي كيعتمدوا في هذه الاثناء على الكرات المرتده، على الهجومات المرتده. انما تدخل الكره خرجت تماس لفائده فريق الاولمبيك اليوسفيه. تماس نفذ لفائدة أولمبيك اليوسفيه. الجهة اليمنى الحكم كيقول إعادة التنفيذ. نعتذر مشاهدي الكرام انه الصعوبه في النقل المباشر، نظرا انه المدرج الاخر مهدد بالسقوط، وبالتالي مدرج اخر مملوء عن اخره، مدرج صغير حجم في ملعب الداخله باليوسفيه، وبالتالي فاضطرينا انه نقلوا بهذا الشكل. فهذا نظرا انه عوامل اخرى غير خارجه على الاراده، وبالتالي المقابله متواصله. تماس فائدة أولمبيك اليوسفيه. مقابلات كلها الأنظار تتجه إلى جل المباريات تجرى في أثناء. ذكرنا أنه الخبر أنه فريق فتح الناظور منهزم 1-0 أمام فريق اتحاد يعقوب المنصور. طبعا فريق اتحاد يعقوب منصور اللي صعد مبكرا الى القسم الوطني الثاني احترافي، اللي تاسس سنه 1997 لاول مره. يمكن نعتبره من الفرق اللي فاجأ الجميع خلال هذا الموسم. كره اللي فائدت الى تحولت فريق اولمبيك اليوسفيه اللي كيعتمد على المرتدات الهجوميه. لاعبين ديال اتحاد الزمالك خميسات عندهم كره كيحصل على خطا بالفعل. حكم كيوجه بطاقه، حكم وجه بطاقه صفراء. بطاقة صفراء للعيب ديال اولمبيك اليوسفيه. غادي تنفذ هناك رياح تهب في هذه الاثناء بمدينه اليوسفيه وراء ضربه خطا لاعب رقم 33 اعتقد او رقم 30 لاعب عمر الملوكي. كل لاعبين داخلين مربع العمليات عمر الملوكي بحث على هدف التعديل. عمر الملوكي لاعبين كلهم لاحظوا كل جل اللاعبين ديال فريق اتحاد الزمالك خميسات. الملوكي هو اللي غادي ينفذ كره دائريه، دائره زناد، كره تقوى ديال لاعب امادو خطيره، انما الكره في اتجاه ضربه مرمى. لاعب المالي امادو سمايكي كان بامكانه قذف ديالو، كان تطبط احد اللاعبين المدافعين ديال اولمبيك اليوسفيه، بالتالي رجعت الكره مره اخرى في اتجاه ضربه مرمى فائده فريق اولمبيك اليوسفيه. غادي ينفذ الحارس يوسف فقير. يمكن نقول انه الوقت كيمر بسرعه. نذكر على انه اقل من 5 دقائق على نهايه المقابله، 1-0 لفائده اولمبيك اليوسفيه امام فريق اتحاد الزمالك خميسات. نذكر على اقل من 5 دقائق، ولكن هناك وقت كبدل ضائع قد يضيفه الحكم، لانه كان بعد الاصابات ديال اللاعبين او بعد تضييع ديال اللاعبين الوقت، وبالتالي قد يضيف الحكم 5 دقائق. هذه بعد التكهنات. كره طويله في اتجاه اللاعبين ديال اتحاد الزمالك خميسات، انما فريق اولمبيك اليوسفيه كيعتمدوا على الكرات المرتده. خطا لفائده فريق اولمبيك اليوسفيه. لاحظوا انه كل جماهير، لا الجماهير اليوسفيه ولا جماهير خميسات، فكلها تراقب من ملعب الداخله في
الجهات المتواصله في تحقيق المبتغى، لانه تحقيق نتيجه ايجابيه هو مهم. قبل الدوره 30 كره في التمام كما خرجت كره جاءت هاد اللاعبين في اتجاه المالي، لاعب مامادو جاءت هاد اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه، حكم ما قال والو. الكره اللي في اتجاه فريق اتحاد السمر الخميسات مشات عند الحارس محمد بوخريس، كيلعب كره طويله في الجهه اليسرى. تدخل المدافعين لاحظوا اللقاء اصبح كل كيبحث خطيره، خصو الكره كلهم لاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه. صراع قوي جات هاد اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه، مقابله رجعت كلها نديه، كلها حماسيه. كره طويله، كره مشات نزال ضربات بالقدم، ما تمكنش منها سعيد العفير، حصر الكره بالصدر ديالو، كان الكل كينتظر ضربه مقص. لو انه حصر بطريقه باتجاه ضربه مقص اتجاه مرمى وتسجيل اهداف، كان غادي يكون من اجمل الاهداف خلال هذا الموسم للاعب سعيد العفير في وقت اقل من 2 دقائق كوقت قانوني. كل كينتظر كل الاجواء هنا في ملعب الدخله بمدينه اليوسفيه امام فريق اتحاد السمر الخميسات الذي يبحث في الاثناء على بحث على هدف التعادل، لانه منهزم ب1-0. لاحظوا المدرب ياسين ديال اتحاد السمر الخميسات غير راضي بتاتا على الطريقه، لانه اكيد انه منهزم ب1-0. حسن أشريف في خوف، وطبعا الخوف ديالو انه فريق اتحاد السمر الخميسات يعدل النتيجه. هذا هو كل مدرب عنده افكار اخرى، لانه الوقت في هذا الوقت صعب بالنسبه لكل مدرب، حتى لكل الجمهور اللي كيشاهدوا داخل المدينه وخارج المدينه. مقابله القمه تقترب عن نهايتها، لانه نذكر انه اقل من دقيقه عن نهايه المقابله. فريق اولمبيك اليوسفيه متفوق ب1-0 امام فريق اتحاد السمر الخميسات. لانه جماهير، هناك هتافات، هناك الان الحكم غادي يوجه انذار، كيوجهوا حكم كيوجه انذار اعتقد للمساعد ام للمدرب. عرفت انه الرؤيه غير واضحه. حكم محمد بجيج طبعا كان اللاعب او الطاقم ديال التقني ديال اولمبيك اليوسفيه كان احتجاج على الحكم ديال كان اللاعب السنغالي غادي يلعب كره طويله لفائده فريق التعادل. فرصه خطيره كتضيع بواسطه اعتقد يا سلام بواسطه المدافع ايوب وعلو. ايوب يضيع فرصه الهدف التعادل في وقت اعتقد انه نذكر انه 45 دقيقه انتهت، قد يضيف في انتظار كوقت بدل ضائع هنا في ملعب الدخله بمدينه اليوسفيه. يا سلام يا سلام، حتى الجماهير تفاعلت مع فرصه العميد ايوب وعلو، كان امامه الحارس فقط، كانت في شباك فارغه، يضيع لفائدة فريق الخميسات على هدف التعادل. مقابلة مستمرة متواصلة، كرة في الجهة اليسرى، بحث مستمر لفائدة اتحاد السمور الخميسات أمام أولمبيك اليوسفية، يقاتل من أجل تحقيق 3 نقاط. لاحظوا حتى المدرب حسن أشريف، تدخل قوي ديالك السنغالي، تدخل قوي. تمريرة في الجهة اليسرى، تمريرة طويلة في الجهة عند مامادو، المدافع كيدخل الكرة في اتجاه الحارس يوسف فقير بكل سهولة، انما الحكم ما عرفتوش انه غادي يضيف كوقت بدل ضائع على نهاية المقابلة، لانه 45 دقيقة انتهت. ما عرفتش انه الحكم ماذا سيضيف كوقت بدل ضائع، لانه قرار ديال الحكم هو اللي عنده الوقت. كانت المقابله توقفت في عده مناسبات، رجعت عند اللاعبين ديال فريق اتحاد السمور الخميسات. نذكر ان فريق اولمبيك اليوسفيه متفوق ب1-0 امام فريق اتحاد السمور الخميسات. كره طويله في اتجاه اللاعب العفير، انما الكره في مربع العمليات، بحث مستمر رجعت في الجهه اليسرى، اللاعبين رجعت عند ايوب العميد ديال اتحاد السمور الخميسات كيحصل على تماس. مقابله والانظار تتجه هنا في ملعب الداخله بمدينه اليوسفيه في لقاء القمه في الدوره 29. ما عرفتش انه الحكم شحال ضاف،
لحد الان باقي الحكام، لانه كوقت قانوني عندي انتهى. يمكن انه الحكم هو اللي عنده القرار الصحيح في التوقيت ديالو. حكم محمد جيج كيقود هاد المواجهه، نفذ التماس للعميد ديال اتحاد الزمر خميسات، رجعت عند اللاعبين ديال الاولمبيك اليوسفيه، رجعت اللاعبين سيراقوي، هجوم مرتد، قطفه مباشره في اتجاه المرمى محمد بوخريس. فريق اتحاد الزمر خميسات وقت يقترب رويدا على نهايه المقابله، في انتظار كوقت بدل الضائع، ولكن باقي ما شاهدناش. هل اضاف الحكم كوقت بدل ضائع في هذه المواجهه؟ كره مرتده لفائده الاولمبيك اليوسفيه، خطيره التمريره، واش غادي يتمكن منها لاعب ايوب او اللاعب ديال الاولمبيك اليوسفيه؟ كيخرج الكره التماس، الحكم كيوجه بطاقه صفراء. كان تعتقد انه كان بغى يضيع بصماد بن داود الوقت، وبالتالي تلقى بطاقه من طرف الحكم محمد بجيج. حكم محمد بيج طبعا اللي يمكن الاعتبار انه قاد مقابلات من المقابلات الصعبه خلال هذه الدوره الثلاثيه من القسم الوطني هوات. كل كينتظر كره طويله خطيره فائده فريق اتحاد الزمر خميسات، تدخل المدافعين ديال الاولمبيك اليوسفيه، مقابله كلها متجهه خطيره، تدخل في اتجاه المدافع، في اتجاه الحارس يوسف فقير حارس فريق الاولمبيك اليوسفيه. جماهير خميسات ولا جماهير اليوسفيه تتابع هذه المواجهه، القمه طبعا الحماسيه. كره في مرتد في الجهه اليمنى، انما اللاعبين ديال اتحاد الزمر خميسات كيبعدوا كدرسان اللاعبين ديال الاولمبيك اليوسفيه. اعتقد انه التنويع من الهجمات في الجهه اليمنى، لاحظوا التسرع ديال اللاعبين، الكره كتخرج بسرعه ساعات عند اللاعبين ديال اتحاد الزمر خميسات. ديانك طويله الكره في اتجاه اللاعبين ديال اتحاد الزمر خميسات، انما اللاعبين ديال الاولمبيك اليوسفيه كيبعدوا الكره. الوقت يقترب رويدا، يمكن انه الكل كانتظار، كل ينتظر بمدينة اليوسفية وبمدينة الخميسات في هذه المواجهة. كرة طويلة فائدة فريق الاتحاد الزمالك، ما تمكنش منها، والحكم كيعلن على اعتقد لمسة يد، لأنه اللاعب رقم 14 محمد أنس التقناوتي كان لمس الكرة باليد ديالو. لقاء مثير للغاية في مقابلة بين فريق اتحاد الزمالك خميسات وفريق الاولمبيك اليوسفية. اجواء حماسيه رغم انه افتقدنا لمدرجات ملعب الدخله، كل كينتظر الاصلاحات والترميم لهذا الملعب التاريخي. طبعا الملعب اللي كان في سنوات الاربعينات طبعا في تاسس، اكيد انه الملعب الكل كينتظر مدرجات في السنه الماضيه، في السنه القادمه ان شاء الله. كرة متواصلة لفائدة فريق اتحاد الزمالك خميسات، محمد ابو خريص تمريره طويلة في الجهة اليمنى، انما تدخل اللاعبين ديال الاولمبيك اليوسفية. وقت طبعا اكيد هو اللي في يد الحكم، هو اللي عنده القرار. كرة في الجهة اليسرى، كرة طويلة في المرمى، ضربة راسية وتدخل ممتاز ديال الحارس يوسف فقير كيبعد الكرة للركنية. كانت ضربة راسية ديال امادو السامايكي اللاعب المالي، انما الكرة تحولت للركنية. بحث مستمر ومتواصل لفائدة اتحاد الزمر خميسات لتعديل النتيجة، لأنه النقطة من هنا بمدينة يوسفية تعتبر ذهبية. ركنية خطيرة، تدخل ممتاز ديال حارس يوسف فقير، كل تدخلات القطع على الموقف. كرة في التماس فائدة فريق اولمبيك اليوسفية. يمكن أنه الحكم إصابة كيوقف المقابلة، لانه اصابه احد اللاعبين ديال اولمبيك اليوسفيه، انه ربما تعمد غادي تلقى بطاقه، لانه لا داعي طبعا، اكيد انه كيطالب لتعطيل الوقت، وبالتالي الحكم عنده قرارات صارمه. الحكم محمد طبعا من عصبه سوس.
اجواء متواصله. ذكر ان فريق اولمبيك ليوسفيا متفوق ب1-0 هنا في ملعب الداخله امام اتحاد الزمر خميسات في لقاء القمه اسفل الترتيب، خصوصا انه اولمبيك ليوسفيا اللي كيحتاج 0-15 لانه فتح بالفعل يحقق الانتصار هام. اولمبيك اليوسفيه بقياده حسن العسري يفوز على اتحاد زمر خميسات ذهابا وايابا، وبالتالي عقده السنه هذه السنه امام فريق اتحاد زمر خميسات امام اولمبيك اليوسفيه مقابله كنعتبرها كانت متكافئه، كانت جيده، كانت فيها الروح الرياضيه. جمهور حل بمدينه الخميسات هنا الى مدينه اليوسف. تحيه لجماهير الخميسات وتحيه لجماهير اليوسفيه. طبعا من هنا من ملعب الداخله وبالضبط على القناه الصحيفه اللي نقلت حصريا العصبه الوطنيه للهواة مع كل من محمد بليدي في التصوير. كان معكم يوسف بن هنيه، اودعكم الى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله.